شغالين بالواسطة، ده عنوان ممكن نقوله على أكتر من فنان في الوسط الفني اللي دخلوا الوسط في البداية لمجرد إنهم أبناء فنانين مش أكتر، لكنهم نجحوا أثبتوا موهبتهم بعد كده. والحقيقة إن أول ما بنسمع إن ابن أو بنت فنان معين دخلوا التمثيل أو الغنى الدنيا بتقوم عليهم وكأنهم بالظبط ارتكبوا جريمة. والجمهور ساعات بيكون قاسي جدا وبيبص لأي خطوة بيعملوها إنها بالواسطة حتى لو الناس دي موهوبة فعلا. وخلونا نبدأ كلامنا بأول مثال عن الفنان محمد إمام اللي من أول ظهور له على الشاشة وبسبب إنه ابن الزعيم عادل إمام انتقادات كانت بتجيله من هنا واتهامات بالواسطة بهدف ومن غير هدف كانت بتجيله من هناك، وده تحديدا لما ظهر في فيلم عمارة يعقوبيان، رغم ان محمد في الفيلم ده عمل دور صعب جدا واثبت موهبته في الدور ده، واللي زود الانتقادات لما ظهر تاني مع عادل امام في فيلم حسن ومرقص. الجمهور قال لا بقى هو كل شويه هيجيب ابنه. بعدها محمد امام انفصل عن والده وعمل فيلم لوحده وهو البيرومانسي، والجمهور حبه وقتها وشافوا فيه نجم كوميديا جديد، وبدا مشوار محمد عادل امام الفني ويعمل افلام ومسلسلات. ومع الوقت بقى فيه تطور ملحوظ في موهبه محمد وانه بيشتغل على نفسه، مش مجرد ان ابن الزعيم عادل امام، بيختار افلامه كويس، بيعمل مسلسلاته بدقه وعنايه. يعني خلينا نقول لكم ان هو دلوقتي لغى مسلسل رمضان اللي فات لمجرد ان هو حابب يتاكد ان كل حاجه هتكون مظبوطه. من الاخر محمد عادل امام مش مجرد ابن الزعيم وخلاص، له شعبيه كبيره والناس فعلا بتحبه وبيشتغل على نفسه. نروح بقى للنجم احمد السعداني اللي طبعا كلنا عارفين الهجوم اللي اتعرض له في بداياته، وده لمجرد انه ابن العمده صلاح السعداني. اول ظهور لاحمد السعداني كان في مسلسل رجل في زمن العولمه، وبعدها بقى محبوس في المسلسلات لحد ما عادل امام اداله فرصه في فيلم مرجان احمد مرجان. ده مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العيال مش صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ لا انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. وبعدها انطلق في السينما والتلفزيون وحقق نجاحات كبيره وحبه الجمهور وشاف ان دمه خفيف ويستحق المكان اللي هو فيها. واحمد السعداني دايما بيميل للادوار اللايت كوميدي اللي بيكون فيها الجان اللي دمه خفيف، بس لما اتحط في اختبارات انه يعمل ادوار قويه او ليها تاثير عملت صدى كبير جدا مع الناس، واخرهم مثلا مسلسل لام شمسيه اللي محدش يقدر النجاح الكبير اللي محققه. الكل بيتكلم عن موهبه احمد السعداني وقد ايه يستحق الفرصه دي. وبعد نجاحه في المسلسل ده نزل احمد السعداني بوست على الفيسبوك وقال فيه: كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، الحقيقه انا عاجز عن اني اشكركم عن الكلام اللي بتقولوه ليا، شكرا لكل حد قال لي كلمه حلوه في حق مسلسل لام شمسيه ودوري. اكتر حاجه كانت مفرحاني اقتران اسمي باسم ابويا وان الناس كانت بتدعي له. وختم كلامه بدعاء لوالده وقال: يا رب يا حبيبي تكون راضي عني، واي حاجه بعملها هي الثمره اللي انت حطيتها فيا، ثمره كلامك وحبك ودعمك الكبير ليا. فاحمد السعداني كمان مثال على ان مش دايما ابناء الفنانين بيكونوا داخلين بالواسطه وهم مش موهوبين. ونيجي بقى لواحد من اهم نجوم الكوميديا دلوقتي واللي الجمهور تقريبا كله بيحبه، كريم محمود عبد العزيز. اول مره شفناه في فيلم الناظر وكان صغير في السن، والناس قالت بس ده زيه زي الباقيين وجاي بالواسطه، وتلقائي كده اتحط في قائمه المغضوب عليهم، لحد ما ظهر تاني في مسلسل محمود المصري. ومع مين بقى؟ مع محمود عبد العزيز والده برضه. وطبعا قادرين تتخيلوا الناس وقتها قالت ايه. وفضل كريم محمود عبد العزيز محطوط في نفس قائمه ابناء الفنانين المرفوضين لحد ما عمل مسلسل احزان مريم مع ميرفت امين وبره الدنيا مع شريف منير. وهنا الجمهور شاف كريم فنان تقيل وواعي وله ثقله ورضيوا عنه. ومع الوقت ابتدى كريم يعمل ادوار خفيفه شويه لحد ما جات له الفرصه الكبيره لما تعاون مع المخرج بيتر ميمي، وعملوا افلام ناجحه جدا مع بعض زي موسى، بيت الروبي. وبقى كريم محمود عبد العزيز هو الاسم اللي بيلمع جدا دلوقتي والناس بتدخل السينما علشانه. وواحده واحده كريم بقى من اكتر النجوم المحبوبين في الوطن العربي كله. واكيد وسط كلامنا عن ولاد الفنانين ما ينفعش ننسى دنيا وإيمي سمير غانم اللي فعلا كسروا القاعده وقدروا يثبتوا انهم مش مجرد ولاد سمير غانم ودلال عبد العزيز، لكنهم كمان فنانات موهوبات بجد، والجمهور حبهم للسبب ده علشان هم فعلا يستاهلوا الحب ويستاهلوا تقدير الموهبه. نروح في البدايه لدنيا سمير غانم اللي من اول ما ظهرت وهي مبينه فعلا انها مختلفه، بتحب التمثيل، بتمثل كويس، وكمان صوتها حلو في الغنى. من الاخر عندها كاريزما مش عاديه. شفناها وهي صغيره في مسلسلات مع يحيى الفخراني، واكبر دور خدته في البدايه كان دورها في فيلم يانا يا خالتي مع محمد هنيدي. خطفت الانظار بروحها وكاريزمتها، وواحده واحده ابتدت تثبت نفسها. وزي ما قلت لكم دنيا مش بس بتمثل، دي كمان عندها صوت حلو جدا وعندها جمهور كبير بيحب اغانيها، خصوصا كمان الاطفال. ولو هنتكلم عن دنيا في الكوميديا فلا غبار عليها. عندكم مثلا لهفه بدل الحدوته 3، نيلي وشريهان، او لا لا لاند. دنيا بينت انها تقدر
تشيل مسلسل لوحدها من غير ما تعتمد على حد أو حتى تعتمد على اسم أهلها. إيمي بقى حالة تانية تماما. نقدر نقول إن إيمي سمير غانم هي حد دمه خفيف بالفطرة، ورغم إنها مش بتقدم نفسها على إنها ممثلة تقيلة، إلا إن أدوارها في مسلسلات كتير زي مثلا نيلي وشريهان خلت الناس مؤمنة إنها عندها موهبة لوحدها مختلفة أو ستايل خاص في الكوميديا كده. والكل بيأكد إن إيمي سمير غانم ورثت موهبة خفة الدم من والدها. نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انتي عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليكي سليم كده. ومن الحاجات اللي الجمهور بيحبها في إيمي إنها مش بتحاول تبقى بطلة درامية خارقة، بالعكس هي عارفة هي فين وبتشتغل على نفسها في الحتة دي. وسبب حب الناس لدنيا وإيمي إنهم ما اعتمدوش على شهرة أهلهم، بدأوا بأدوار صغيرة وبعد كده اشتغلوا على نفسهم لحد ما وصلوا للمكان اللي هم فيه. ده غير إنهم عندهم أخلاق عالية وبعاد جدا عن المشاكل، فالجمهور كمان ما حبهمش كفنانات بس ولكن كأشخاص. ده غير طبعا إن عندهم ذكاء في اختيار أعمالهم اللي بتكون قريبة من قلب الناس. وفي لحظة وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز الجمهور كله كان متعاطف مع دنيا وإيمي، والناس شافوا فيهم وقتها قد إيه هم ناس محترمة ومتربية، وده زود حب الناس ليهم. ونروح للفنان أحمد الفيشاوي اللي مع بداية ظهوره أكيد انضم لقائمة المغضوب عليهم، ابن فنانين بقى، لكن أحمد الفيشاوي كان أسرع واحد فيهم الجمهور يتقبله ويحبه. في بدايته كانت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر، وبعدها عمل أكتر من عمل، بس أكتر عمل حبب الجمهور في أحمد الفيشاوي هو مسلسل تامر وشوقية مع مي كساب، وده كان واحد من أوائل المسلسلات السيت كوم اللي الجمهور اتعلق بيها جدا وضحكوا فيها من قلبهم. على فكرة يا شوقية، على فكرة بقى، يعني أنا هطلب أكل أصلا كده بس ممكن حتة لحمة؟ أيوة هي دي أيوة هي دي. خلاص يا شوقية، أنا اتعلمت الدرس، الكاس خلص، مش هروح اكل عند ماما تاني واسيبك لوحدك جعانه. وخلونا نقول ان مشاكل احمد الشخصيه اثرت كتير على حب الناس ليه او يعني نظرتهم ليه، ورغم كل المشاكل دي والسبب لا يعلمه الا الله، الا ان الجمهور لسه بيحبوا احمد الفيشاوي جدا وعندهم امل انه يغير شويه جزء من مشاكله دي ويركز في التمثيل اكتر. ودي حاجه غريبه جدا بشوفها على كل صوره لاحمد الفيشاوي، لازم تلاقي التعليقات كلها انها الناس بتحبه بس زعلانين منه شويه ومستنيينه برضه انه يرجع باعمال اقوى. ومن اكتر ابناء الفنانين اللي بيعاني في الموضوع ده هو نور النبوي. من اول مره شفنا فيها نور النبوي في مسلسل نقل عام، الناس بدأوا يقارنوه بوالده وابتدت الاتهامات الكلاسيكية تطلع، ده داخل بالواسطة، ده لو ما كانش ابن خالد النبوي ما كانش خد الفرصة دي، شكله حلو بس التمثيل عادي. بس المشكلة هنا يا جماعة ان الناس ساعات بتنتقد من غير حتى ما يتابعوا اعمال الفنان ده او حتى يشوفوا فرصة ان هم يشوفوا اداؤه بالكامل، مع ان الحقيقة ان نور النبوي اثبت نفسه جدا، عنده كاريزما وله شخصية على الشاشة وده ظهر من اول ادواره. ده غير ان هو عمره ما قدم نفسه على انه نجم النجوم، هو بيقول انه بيشتغل على نفسه لحد ما يوصل للي هو عايزه. وفي الحتة دي انا عادة ما بحبش اسلوب السف والتقليل من ولاد الفنانين علشان ده بيلمس مع الناس قوي وعشان يبان اننا بننتقد وبنفهم وكده، وكل ما كان الفنان اللي احنا بنتريق عليه من ابناء الفنانين كل ما ده هيعمل ريتش عالي جدا. في نوع من الناس عندهم استعداد انهم يهاجموا اي حد في الحياة واخد فرصة هم مش واخدينها. نور النبوي من الممثلين الموهوبين جدا ويستحقوا اننا نشاور عليهم ونقول انه موهوب، نشاور واحنا مش خايفين ان يتقال ما عشان ابن خالد النبوي اداء طبيعي وتلقائي، موهوب ومجتهد وبيشتغل على نفسه. مروان في امبراطورية مين، سيد في نقل عام، ماجد في الحريفة، واخيرا مراد في 6 شهور. قولوا للموهوبين انهم موهوبين وشجعوهم علشان هم يستحقوا التشجيع ده. ولو انت ما اتفرجتش على مسلسل 6 شهور فخليني اقولك ان نور النبوي في المسلسل ده كان بيعبر عن جيل كامل مهدور حقه سواء في السينما او التلفزيون. انا مدركه زي ما قلت لكم ان السف بيجيب ريتش اعلى من المدح على السوشيال ميديا، والانتقادات دايما بتبدا بجمله محفوظه، هو مش ده ابن فلان، ده اكيد داخل بالواسطه. والكلام ده بيخلي كتير من ولاد الفنانين يتهاجموا قبل حتى ما يفتحوا بقهم، مجرد بس ما نسمع خبر انهم داخلين مسلسل او فيلم. بس خلينا نفكر شويه، هو العيب انهم يدخلوا نفس المجال اللي اهليهم فيه؟ يعني طبيعي جدا ان ابن النجم يكون دخل بروفات وشاف استوديوهات وحب المجال ده وحب الكاميرات وعايز يمثل، هل لازم يتعاقب علشان اتولد في بيت فني؟ واحنا مش بنقول ان كلهم موهوبين او كلهم يستحقوا الفرص دي، بس برضه مش عادل اننا نحكم عليهم قبل ما نشوف شغلهم. في منهم اثبت نفسه والناس نسيت اصلا هم اولاد مين، زي الاسامي اللي قلناها، وفي ناس تانية فعلا ما كانوش قد التوقعات، بس ده بيحصل مع اي حد سواء ابن نجم او لا. الخلاصه الواسطه موجوده في كل مكان مش بس في الفن، واللي بيكمل هو اللي بيقدر يثبت نفسه. وبدل ما نهاجم قبل ما نشوف، نديهم فرصه ونسال نفسنا هل لو كان حد تاني بنفس الاداء كنا هننتقده بنفس الطريقه؟